بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل جمعة وانتم طيبين، وكل جمعة وانتم بخير يا رب. النهاردة هوريلكم احنا هنتغدى ايه النهاردة وندردش مع بعض شوية. تعالوا شوفوا النهاردة. انا قلت النهاردة الواحد محتار في الاكل بصراحة. قلت النهاردة نعمل ايه، حواوشي ونقضيها النهاردة حواوشي، لان بصراحة موضوع الاكل كل يوم ده حاجة تزهق، والله تزهق. فقلنا النهاردة نعمل لهم حواوشي النهاردة ونتغدى بيه. جبت كيلو لحمة مفرومة و... وجبت 3 بصلات. انا ما بحبش الحواوشي بصله كتير عشان تبقى اللحمة باينة فيه، وفلفلاية الوان حمراء، وفلفلايتين اخضر. تمام. والبهارات بتاعت الحواوشي، البهارات لحمة والفلفل وشوية كمون وبصل بودر وتوم بودر والملح. تعالوا بقى شوفوا هنعمل الحواوشي ازاي، ويا رب يعجبكم يا رب. واللي عندها اي افتكاسة تانية في الحواوشي تقول لي في التعليقات عليها. احنا بنعلم بعض برضو يعني، انا مش طالعه اعلمكم، لا احنا برضو يعني بنطبخ وبندردش مع بعض. هنعمل هنا البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفرم البصل في الكبة، والبصل هيتفرم نص فرمة، مش هنطحن البصل قوي عشان ما ينزلش ميته. نص فرمة هو والفلفل. احنا طبعا غاسلين الفلفلة وغاسلين البصل ومخلين الدنيا زي الفل. في ناس بتجيب نص كيلو لحمة تحط عليها نص كيلو بصل. لا، البصل يعني اللحمة متبقاش باينة. انا بحب الحاجة يعني ايه في المعقول عشان اللحمة تبقى باينة في الطعم. هنخرج شوية، ناخد نص بصلة كمان عشان الكبة بس تكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزينها مطحونة قوي، مش عايزينها مطحونة قوي. ايوه كده، نفس الطحنة دي كده، عشان ما البصلة والفلفلة ما تنزلش ميتها. حطها على اللحمة. وهنفرم بقية المقادير. كده خلصنا الكمية اللي احنا نفرمها. شوفوا البصلة ناشفة، يعني مفرومة وناشفة، ما نزلتش المية بتاعتها، علشان احنا مش عايزين اللحمة بتاعت الحشو تبقى طرية وفيها مية عشان ما تبوش العيش، هنحط بقى هنا مقادير البهارات بتاعتنا. بهارات لحمة، فلفل، كمون، بصل بودر، توم بودر، وملح. واللي عنده بهارات حواوشي يحط، لان انا بصراحة انا ما عنديش بهارات حواوشي. بسم الله الرحمن الرحيم. هندعكها حلو في بعض كده، ندخل المقادير كلها في بعضها.
ريحتها حلوه قوي. والفلفل الاحمر الالوان بيدي لها لون حلو قوي، بيدي لها لون جميل قوي. انا عامله الحواوشي ده بقى يا جماعه برضو عشان حد غالي عليا قوي من المتابعين بتوعي، ابو فارس فتحي. ابو فارس طلب مني الحواوشي، انا قلت ايه اعمله عشان ايه يشوف الطريقه بتاعته. احنا كده دخلنا المقادير كلها في بعضها اهي. اللحمه بقت كلها في بعضها اهي، وريحته حلوه قوي. محتاج شويه ملح، محتاج شويه ملح كمان. بقت تمام اهي، حلوه قوي وريحتها جميله جدا اهي. هنسيبها بقى قيمه نص ساعه كده، نركنها كده، نسيبها قيمه نص ساعه مع بعضها كده تتفاعل مع بعضها، وبعدين نرجع بقى اوريكم ايه الحشو ازاي والتسويه ازاي. رجعنا لكم يا حبايبي تاني. احنا سيبنا اللحمه نص ساعه كده تاخد وتدي مع البهارات ومع البصل والفلفل والحاجات دي، ورجعنا بقى. وتعالوا شوفوا هنحشي وهنسوي الحواوشي بتاعنا ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب العيش هنفتحه طبعا، انتوا شاطرين وعارفين كل حاجه، احنا بندردش مع بعض بس. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله العيش مليان لحمه ازاي، ما شاء الله، وشكلها حلوه وريحتها حلوه قوي. هنعمل كام رغيف كده مع بعض واوريكم التسويه بتاعته. يعني لما تقومي تعمليها في البيت يوم خميس كده ولا يوم جمعه ولمة ولادك حواليكي، اوفر بكتير وانضف من اللي بنشتريه من بره. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف ما شاء الله الرغيف يعني بياخد يعني لحمة، بسم الله ما شاء الله، لحمة كتير. وتضغطي بقى كده، تضغطي كده بقى وتفردي جوه العيش كده، تضغطي بايديكي كده تسويه جوه الرغيف وتتكي عليه كده اهو. خلصنا حشو الكمية الرغيفة اللي عندنا بتاع الغدا. هنولع بقى عشان ايه نحمر، هنقلب طاستين بقى عشان ايه نسعف نفسنا شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما نحطه كده هنروح بقى موطين عليه النار عشان ايه اللحمه من جوه تستوي، ما تبقاش طريه من جوه، يبقاش الرغيف متحمر واللحمه من جوه طريه. حط بقى جبنا طبق وحطينا عليه ورق عشان ايه يمتص الزيوت اللي فيها. بصوا يا حبايبي، اول رغيف اهو طلعناه اهو، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللحمه مستويه جوه اهي، جميل 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 قوي 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 اهي. اللحمه مستويه اهي، بس
بس اهم حاجه نوطي النار بس ايه على البتاع. وطبعا اكيد الطعم تحفه، لازم ادوق طبعا، لازم ادوق. سخن قوي. والله تحفه قوي 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 قوي. هنكمل بقى بقيه الكميه بتاعتنا وارجع لكم تاني ايه نشوف هنختم ازاي بقى الفيديو الجميل ده. ودي يا حبايبي اكلة النهارده، غدوة النهارده. الحواوشي يا ابو فارس اللي انت طلبته مني. جربوه هيعجبكم قوي، وطعمه حلو جدا، طعمه تحفه. لسه في كميه طبعا، ده مش الكيلو اللحمه يعني، لسه في كميه بسوي فيها. ونبش بقى شويه ايه خضره كده على عشان العين بتاكل قبل البق. العين بتاكل قبل البق. وطبعا المخلل الجميل والعصير. وبألف هنا وعافيه. ومستنيه تعليقاتكم واللايكات، وانتم مزعليني قوي لان المشاهدات مش حلوه. عايزاكم تتعبوا نفسكم معايا شويه عشان عايزين القناه تكبر شويه بيكم. ودي كانت اكلتنا النهارده حبايب قلبي. واستنونا في فيديوهات كتير ان شاء الله. هنعمل فيديوهات حلوه قوي واكلات جميله جدا. استنونا وتابعونا واعملوا شير واعملوا لايك واعملوا التعليقات، واكتبوا التعليقات الجميله الحلوه بتاعتكم. وجربوا الحواوشي ده وشوفوا وقولوا لي في التعليقات رايكم ايه في الطريقه دي. واللايك ليوميات تيتا زوزو. اللي بيحب تيتا زوزو يعمل لها لايك وتعليق واشتراك في القناه. ويلا باي باي، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. وبألف هنا وعافية على اللي هياكلوه.